سعدنا بيها يا سلام، بيخليها يا سلام. هو مين يا جماعة سعدنا بيها اللي بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد؟ لما الموسيقار جمال سلامة عرض على الفنانة صفاء أبو السعود إن هي تغني أغنية أهلا بالعيد، صفاء أبو السعود رفضت رفض تام، قالت له لا يمكن إن أنا أغني أغنية زي دي، وخصوصا إن هم هيقارنوها بأغنية يا ليلة العيد بتاعت أم كلثوم. كانت صفاء أبو السعود خايفة جدا من المقارنة، لكن الموسيقار جمال سلامة أقنعها، قال لها إن الأغنية دي هتكسر الدنيا، وبالفعل كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد، ودي كانت أول أغنية تتصور بطريقة الفيديو كليب. فعلا اتصورت في البرج وحديقة الحيوانات وحديقة الأورمان بالبلالين والأطفال، وكانت فعلا أغنية مبهجة جدا، وفعلا نزلت الأغنية وكسرت الدنيا، ولغاية يومنا هذا لما بنسمعها بنحس ببهجة كبيرة قوي. لكن مين بقى سعد نبيها ده؟ هو أصلا مش سعد ولا نبيها. الأغنية بتقول سعدنا بيها، يعني فرحتنا بيها، يعني فرحتنا بالعيد. بس احنا دايما بنحب نجود ونكبر المواضيع. وكل سنة وانتم طيبين، وأهلا أهلا بالعيد.